قوة الإرادة مفتاح النصر في معارك الحياة. القوة ليست مجرد عضلات مفتولة أو قدرة على رفع الأثقال. إنها طاقة داخلية خفية، محرك صامت يدفعنا إلى الأمام في مواجهة الصعاب. إنها قوة الإرادة التي تجعلنا نصمد عندما يشتد التعب، ونقاتل عندما يخيم اليأس. قد يظن البعض أن القوة هي الغلبة والسيطرة على الآخرين، لكن القوة الحقيقية تكمن في السيطرة على النفس، في قدرتك على ضبط غضبك، في صبرك على تحقيق هدفك، وفي شجاعتك على الاعتراف بالخطأ. هذه القوة النابعة من الداخل هي التي تبني القادة العظماء والأبطال الحقيقيين. القوة في القتال، بين الشجاعة والجراءة في ساحة المعركة، تأخذ القوة بعدًا آخر. إنها ليست فقط في قوة السلاح، بل في قوة الجرأة. الجندي الذي يملك قلبًا لا يعرف الخوف هو الذي يصنع الفارق. الجرأة هي تلك الشعلة المشتعلة في القلب التي تدفعه للمضي قدمًا رغم المخاطر. لكن الجرأة وحدها لا تكفي، يجب أن تكون مقرونة بالشجاعة، وهي الحكمة في استخدام هذه الجرأة. الشجاع ليس من يتهور بلا تفكير، بل هو من يقدر الموقف ويخوض المعركة بذكاء وفطنة. القوة في القتال هي مزيج من القوة الجسدية، والجرأة النفسية، والشجاعة العقلية. الجرأة في الحياة الشخصية. في حياتنا اليومية، تتجلى الجرأة في أبسط المواقف وأكثرها أهمية. قد تكون الجرأة هي اتخاذ قرار ترك وظيفة لا تجلب لك السعادة، أو السعي وراء شغف طالما حلمت به، أو حتى الاعتذار لشخص أخطأت في حقه. الجريء هو من يتقبل فكرة الفشل ويراها جزءًا من رحلة التعلم، وليس نهاية المطاف. إنها قوة داخلية تمنحك الثقة في قدراتك وتجعلك تخرج من منطقة الراحة لتكتشف إمكاناتك الحقيقية. الجرأة في مواجهة المجتمع. تتخذ الجرأة بعدًا أعمق عندما تتعلق بالمواقف الاجتماعية. إنها صوت الحق الذي يصدح في وجه الظلم، وهي وقفة الشجاعة التي تتحدى الأعراف البالية. الجرأة هي التي دفعت القادة والمصلحين عبر التاريخ إلى التغيير، ووقفت وراء كل ثورة فكرية أو اجتماعية. إنها تكمن في القدرة على قول لا عندما يكون الجميع يقول نعم، وفي الدفاع عن قضية تؤمن بها حتى لو كنت وحيدا. كيف ننمي الجرأة؟ تنمية الجرأة ليست مهمة مستحيلة. تبدأ بخطوات صغيرة. تحديد المخاوف. فهم ما يمنعك من التقدم هو الخطوة الأولى للتغلب عليه. البدء بخطوات صغيرة. لا تتوقع أن تصبح جريئا بين عشية وضحاها. ابدأ بمواجهة مخاوف صغيرة، مثل التحدث أمام مجموعة صغيرة من الأشخاص. التعلم من الفشل. اعتبر كل محاولة فاشلة درسا جديدا. الفشل ليس دليلا على الضعف، بل هو فرصة للنمو والتحسن. الثقة بالنفس. آمن بقدراتك وقيمتك، فهذا الإيمان هو حجر الزاوية في بناء الجرأة. بناء على ما تقدم، نستنتج أن القوة والجرأة وجهان لعملة واحدة، وهما أساس النجاح في معارك الحياة. فلتكن قوتك في إرادتك، وجرأتك في شجاعتك، لتصنع من التحديات فرصًا، ومن الأحلام حقيقة. لا تنسى الاشتراك في القناة اليافعي السعدي.